لو انت مزارع او تاجر او مهتم بزراعة الطماطم السلك وبتدور على صنف فيه كل المواصفات اللي ترضيك كمزارع او تاجر، شركة سينا سيدز بتقدم لك اقوى صنف طماطم سلك يورو 50. هتلاقي انتاجية غزيرة جدا وصنف متحمل للفيروس والامراض الفطرية، وكمان في ميزة مش موجودة في اي صنف في السوق المصري، وهي الصلابة الفولاذية واللون الاحمر اللامع. وميزة الصلابة واللون بتهم تاجر التجزئة وبياع الكفة. ودلوقتي نشوف ونسمع سوا آراء كل الناس اللي شافوا الصنف على الطبيعة. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم 16/2/2023. نصور النهارده في محافظة أسيوط مركز القوسية. صنف طماطم 50 يورو شركة سينا سيدز. الصنف من إنتاج بذور الشركة الروسية للتهجين وإنتاج البذور. صنف مميز جدا في الصلابة واللون. اللون عندنا لون أحمر لامع، مش أي صنف يدي اللمعة دي. فالصنف عندنا يعني صلب بسم الله ما شاء الله، يعني صلابة بسم الله ما شاء الله. الناس اللي عندها أراضي المية بتاعتها حلوة وطبيعي، طبعا لما بنزرع الطماطم في أي أراضي أو مصدر المية بيبقى عذبة وحلوة، ما بتديش صلابة عالية. فالصنف ده حل يعني ان شاء الله جذري للموضوع، الناس اللي حابه تزرع في ميتها حلوه. الرحمن الرحيم. يشرفنا ويسعدنا بالصلاة على النبي ان احنا ننتج صنف جديد اسمه 50 يورو. الزرع عندنا في عرب التتالية القوسية أسيوط. فصنف بالصلاة على النبي يعني صنف جيد، وصنف بالصلاة على النبي أحمال وصلابة ولون وما شاء الله تبارك الخلاق. يعني صنف ناجح والحمد لله، أحمال 100 وربنا يخلينا في الشركات اللي هي تجيب لنا حاجات أصناف حلوة زي كده، فتساعدنا شوية في الإنتاج. شوف كده الصلابة عاملة إيه؟ لا، الصلابة بالصلاة على النبي واللون والحباية منظر ومقاوم للندوة والبياض. يعني بالصلاة على النبي يعني صراحة دوست على الحباية وشايفها. دوس براحتك. فبالصلاة على النبي صنف حلو، يعني ما اقدرش اقول في حقه حاجة. انت شايف ايه اهم مميزات الصنف؟ اهم مميزات اللون والحباية والتحجيم وزيادة الانتاج. انتاج عالي صراحة بما يرضي الله، يعني فيه احمال حلوة عرفت، وفيه بالصلاة على النبي يعني نمو خضري بردك حلو. يعني يا باشمهندس بالصلاة على النبي ان شاء الله بأمر الله نزرع منه السنة الجاية ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله تعالى بأمر الله كده ان شاء الله. حاجة حلوة قوي. مجرب السنة دي أول تجربة ليه. اللهم صل على النبي. نمو خضري حلو، نمو خضري عالي. اللهم صل على النبي، ما فيهاش أي غلطة. السنة دي إحنا ما كناش متوقعينه، زرعناه وسط أصناف تاني موجودة إنتاجيته عالية، صلابة، لون، لمعة، العناجيد بتاعته قريبة من بعضيها. حاجة يعني تبارك الله. نكون إن شاء الله أنصح أي مزارع لو هو عاوز يزرع من الصنف ده. الكسترات بتاعته قريبة خالص من بعضيها. حاجة الله أكبر، ما فيش أي غلطة. يعني ما كناش متوقعين الصنف ده، لأن هو أصلا صنف تجربة. يعني ما كناش متوقعين اللي هو يكون مثلا الصنف ده مثلا هينجح كده بالطريقة دي. جربنا جميع تجربات جربناها، وكانت تجينا المهندسين نقول لها صنف كويس بس احنا مش مقتنعين بيه. لكن الصنف ده والله ما في واحد جاش الا المزارعين شافه وشكر فيه، لان هو برضه اللمعه بتاعته برضه تشجع الفلاح ان هو يرغبه. الصنف زي ما انتم شايفين كده، الابراج مش مفوت ابراج، الابراج كلها صادقه معانا، والعنقود من 6 حبايات ل 12 حبايه. احنا السلك يتميز بالصلابه بتاعته وجمال الحبايه واللون، فهو لونه ما شاء الله تبارك الله، يعني لون كويس. ونفس العرش بتاعه خشن، فيستحمل معانا العناكب ويستحمل معانا الفطريات، فما واخدش معانا رش يعني. فهو صنف يعني متميز، فاحنا شايفينه يعني حاجه كويسه خالص جدا باذن الله. وعلى سنه جديده ان شاء الله نكون موسعين منه ان شاء الله. جوده وصلابه ولون
بسم الله ما شاء الله على كل مزارعين. شرفونا حضراتهم يتفرجوا على الجودة بتاعت الزرع والصلابة بتاعت الزرع والأحمال. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. صنف جديد لسه السنة دي 2023 تبارك الله بسم الله ما شاء الله. الصنف بسم الله ما شاء الله حباية متلتة تنفع لجميع الأسواق وتنفع. اللون بتاعها كويس، اللون تمام. وبالنسبة للصلابة بسم الله ما شاء الله صلابة 100 والعد الحراري ما بيسقطش، عندها قوة تحمل بالنسبة للحرارة. فأنا بصراحة إن اللي عجباني في النوعية دي الصلابة والبدل. إيه يعني البدل؟ البدل اللي هو ده، البدل اللي هو ده، اللي هو ده، اللي هو ده، اللي هو ده. بص، لا انا مش عم ببص لده، انا عم ببص لده ليه؟ عشان اللي جاي في الصيف ده يشتغل، ده يغطي. ده اللي بص الشيء ده فيه خلافه حلو قوي. وبعدين الصلابه واللون واللمعه، تمام. يعني الصلابه واللون واللمعه تمام. حاجه جميله جدا بصراحه. الزرع ده برضه مجموع، ما هو مجموع. ايوه، ما انا عارف ان هو مجموع. ايه رايك في تتابع لا، ما هو تتابع شايف. يعني من اول خيطه مثلا، بص من اول خيطه لثاني خيطه لثالث خيطه رابع خيطه. اهم حاجه في الحمل ده كله تسلسل. التسلسل في الزرع، تتابع وشغال معاه. بصراحه جميل جدا. وانا مبسوط انه في خلف، يعني هو احمر كده ودي في خلف برضه. يعني بص احمر، وبص الصغير ده كله طالع. انا بص الصغيرين اللي هم شايف هذا كل ده العقد الجديد ده هو دي ظهر متاخر وده ضرب معاه مع الحمل. الصنف انا عن نفسي مبدع اعجابي بيه. درجه اللون ممتازه، في نسبه الصلابه، والطرح برضو بتاعه الله اكبر كويس. بالنسبه للمقاومه يبدو برضو انه مقاوم فطري الله اكبر عليه، وحشري برضو. مستوى الزرع برضو عالي، يدل برضو على المقاومه اللي فيه. واحنا اول مره السنه دي ان شاء الله نزل عندنا اول مره، بس ان شاء الله يعني انا عن نفسي ان شاء الله هنجرب منه السنه الجايه وبكميه اكبر، لان لمعه اللون فيه عاليه، ودي حاجه مطلوبه بالنسبه للسوق. لان السوق الاول كان تصدير، حاليا كلنا شغالين محلي، يعني التصدير ما فيش. تمام. لكن لو في نقص لون ما كانش محل هيبقى تصدير، لكن لمعه اللون بتساعد برضه بالنسبه للبيع المحلي عندنا الحمد لله. فبسم الله ما شاء الله، يعني ان شاء الله يبقى لنا نصيب فيه باذن الله. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله.